في مصر في الأحاديث النبوية كمان مع شيخنا الشيخ أشرف الفيل من علمائنا الكرام اللي بنفرح بيهم ونسعد بوجودهم معنا. مرحبا شيخ أشرف. مكانة مصر وماذا تستحق منا، لكن مكانة مصر الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الهدايات والبركات والسكنات والرحمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى على كلمة سواء. الحقيقة كلامك يا أستاذ محمد عن مصر ومكانة مصر هذا كلام طبعا جيد لا شك فيه، وحضرتك بتشير إلى أني يعني وكأنك تتساءل الناس اللي من أكبر ناس لأصغر ناس، أكبر دولة لأصغر دولة، اللي هي قاعدة عاملة فوكس على مصر أو مركزة قوي أو بتلقي ضوء شديد جدا على مصر كأن ما فيش في الدنيا غير مصر، لأن أكيد في نوايا طيبة وفي نوايا غير طيبة. نعم. فلازم نعرف حجم البلد ده إيه. ما هو فعلا هو ما فيش في الدنيا غير مصر، وده كلام واضح مش كلام يعني احنا هنقعد نقول فيه. مصر لها دور تاريخي على مدار التاريخ منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض. مصر البلد التي ذكرها الله في القرآن نحو 24 مرة في القرآن الكريم. هل في بلد تاني ذكرت بهذا الكم؟ في بلاد تانية ذكرت لكن لم تذكر بهذا الكم ولا بهذه الكيفية. يعني ربنا قال مرة مكة ومرة بكة في القرآن الكريم، لكن شوف في مصر قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. في قصة سيدنا موسى لما كانوا معاه جماعة قالوا له طب احنا عايزين واسقطوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. في الأخير قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر. هذا معناه أن مصر فيها كثير جدا من الخيرات التي يعني يطمع فيها الطامعون ويطمح فيها الطامحون. يعني أهل مصر يطمحون في هذه الثروات أن هي تخرج وأن يكون كل واحد له نصيب فيها وله حق فيها وبحق مشروع وبعدالة اجتماعية متساوية، ودي سبب الثورة بتاعت الشباب. الآخرون يطمعون في ثروات مصر، يريدون أن يدخلوا مصر لهذه الثروات. أنت عارف أن قديما سيدنا يعقوب قال لابنه، وإحنا قلنا قبل كده، قال لي كان بيبعت أولاده عشان يجيبوا من غلة مصر، من قمح مصر، من خير مصر، كان يأتون إلى هذه البلاد. سيدنا يوسف قال رب اجعلني على خزائن الأرض، والمراد بالأرض هنا مصر. فهنا لما تيجي أنت تفكر والقرآن الكريم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وهو بيستعرض في الحديث على جمال مصر وعلى أرض مصر وعلى خصوبة أرضها وعلى خصوبة أماكنها. عايز أقول حاجة، الله سبحانه وتعالى إذا تولى حفظ شيء التفت كل الأنظار حول هذا الشيء المحفوظ. إذا تولى الله عز وجل حفظ شيء التفت كل الأنظار حوالين هذا الشيء المحفوظ. الله سبحانه وتعالى تولى حفظ مصر ورعاية مصر. ليه؟ لأن مصر لها مكانة استراتيجية عجيبة جدا وغريبة جدا من نوعها. مصر إذا سقطت مصر سقطت كل الدول العربية والإسلامية، مش العربية بس والإسلامية. وإذا قامت مصر قامت كل الدول العربية والإسلامية. فأولئك أعداء الإنسانية وأعداء الإسلام وأعداء الديانات ككل يريدون لمصر أن تهدم عشان خاطر يوصلوا لهذا الأمر. النهاردة لما تيجي حتى تشوف على مر الدول التي مرت على مصر، في الدولة الفاطمية لما جت الدولة الفاطمية وفتحت مصر وحصل الكلام وبنى معز الدين الفاطمي لما بنى القاهرة وعمل الأسوار والحصون والكلام ده كله، تعرف أن كانت مصر دولة شيعية، يعني كان موضوع أدقس. وفي الأخير تأتي هذا الأزهر الشريف عشان يتحول وينشر مذهب السني وتتغير الأمور وتبقى له هذه الريادة وهذا الدور الكبير جدا على مر التاريخ. شوفوا بقى الأزهر، اقرأ بقى شوف تاريخ الأزهر ومر الأزهر عمل إيه مع الإنجليز، عمل إيه مع غيرهم، عمل إيه. فالأزهر له دور كبير جدا في مصر، ولذلك فبقى في نظرة متجهة نحو مصر عشان خاطر الأزهر ومكانة الأزهر، نظرة متجهة نحو مصر عشان الخيرات الموجودة في مصر. يعني كل واحد له هدف وله مطمح في النظر. يعني عدو الإسلام ينظر إلى الأزهر، عدو مش عارف إيه، كل واحد له فكرة في شيء معين. إذا مصر لها مكانة كبيرة حفظها الله سبحانه وتعالى ورعاها الله سبحانه وتعالى وتولى الله حفظها، واختار الله سبحانه وتعالى لها هذه الأرض وجعل فيها نهرا من أنهار الجنة وهو نهر النيل. ولذلك أنت لما تشوف نهر النيل ونهر الفرات الاثنين نهران من أنهار الجنة كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أديك شفت الفرات شو إيه اللي حصل فيه الآن. يعني ربما يكون هناك محاولات ولكن
ولكن هذا لن يكون ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا فتحت مصر فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الناس، خير أجناد الأرض أجمعين. يعني خير الجنود في هم يكونون في مصر. هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه الثورة هم من خيرة الشباب، وهؤلاء الشباب لو توجهوا تحت قيادة أو تحت راية دينية حقيقية صحيحة الأمور هتتغير وتتحول وتتبدل. هؤلاء الشباب الذين فعلوا هذا الأمر، وده شيء يعني كلنا نشيد به وكلنا لابد أن نحكي فيه، ولكن أنا عايز أقول إن هذا الفعل يدل دلالة أصيلة على أصالة هذا الشعب وعلى مكانة هذا الشعب وعلى مكانة هذا الجند. إذا فتحتم مصر، وفي رواية إذا فتح الله عليكم مصر، ده معناه أن مصر دي كنز ثمين كل يريد أن هو يفتح، كل واحد فينا كل واحد بيريد أن يشوف مصر وقد فتحت وقد فتحها الله سبحانه وتعالى بهذا النصر. إذا مصر لا شك لها مكانة عظيمة لا تضاهيها مكانة ولا تضاهيها منزلة أي دولة أخرى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كان فينا إيه محتاج تغيير، يعني ما فيش شك أنه في سلوكيات كتيرة مرفوضة كانت موجودة، في سلوكيات حميدة كتير كانت موجودة. وبما ان احنا بنتكلم الدين المعاملة وطبيعة المرحلة وطبيعة التغيير، ايه سلوكيات شايفها كانت مرفوضة وكان مفروض انها تتغير؟ والله يا استاذ محمد انا عايز اقول لك ان كانت هناك سلبيات كتيرة، ويمكن حضرتك من جملة الناس اللي عالجوا هذه القضية لما كنت بتعمل الإيجابيات والسلبيات. أنا أذكر حضرت معاك حلقة من سنة أو أكثر وأنت بتتكلم على السلبيات والإيجابيات، يعني إزاي تبقى إيجابي، يعني إزاي تبقى أنت حملة كانت عن الإيجابية، حملة عن الإيجابية. الناس بتبقى سلبية كده. أنا فاكر من سنة كنت معاك في حلقة منهم كان في كلام عن السلبيات والإيجابيات. أنا عايز أقول إن إحنا وصلنا وإحنا اشتركنا في كل الناس اشتركوا في إقامة هذا الكيان الفاسد. كل الناس اشتركت في هذا الكلام لما احنا بقينا نعمل الرشوة، ولما احنا بقينا نكذب في التعاملات وفي كل الامور، لما احنا بقينا نمشي في اتجاهات معينة. هو يعني ايه الامور الاول؟ يعني ايه المقصود بالفساد؟ الفساد هو معناه ان ياتي الانسان على شيء بناه الله بناء متكاملا ثم ياتي ليفسده. ولذلك القرآن الكريم لما اتكلم على الإيمان، على إيمان الشخص وإيمان العبد، اعتبر أن هذا الإيمان بناء بيبنيه الإنسان في حياته. لما القرآن الكريم علم الصحابة كيف تكون معاملتهم مع الله، كيف تكون معاملتهم مع الرسول، كيف تكون معاملتهم مع الجيران، كيف تكون معاملتهم مع الآخرين، مع الأخوة، مع كذا، مع ذوي الأرحام، مع إخوانهم في الملة والدين. لما الدين عمل ده عمل بناء، لما أنت تيجي تعمل عكسه يبقى أنت كده بتفسد، يبقى أنت كده بتعمل الفساد. أدي الفساد. فالفساد هو عكس الصلاح مش الإصلاح. الفساد يأتي لشيء، الإصلاح يأتي لشيء كان صالحا ثم أفسد، فاحنا بنجيب له إصلاح عشان خاطر نصلحه وعشان خاطر نظبطه عشان نعمل الكلام ده، فاحنا بنعمل الحكاية دي. فأنا عندي الفساد قد يكون هذا الفساد في الخلق، وقد يكون هذا الفساد في المجتمع ككل، ينتشر في المجتمع. وهذا الفساد تمثله المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. أنا ما أتكلم عن رشوة، ما أتكلم عن شهادة زور، ما أتكلم عن سرقة، ما أتكلم، كل ده فساد. نعم. والمشكلة انه يتحول لسلوك وانا مش دريان. يعني لما ابقى انا اتعودت على الوسايط وعلى الرشاوي وانا مش دريان، لما افتح الدرج عشان انا اتعودت ان ده سلوك يومي انا بتعايش بيه. تمام. يعني لو ما عملتش كده مش هعرف اعيش. بدعوة ان انا مش هعرف اعيش بده. تمام. يعني ازاي ممكن الفساد وانا مش دريان يتغلغل لسلوكياتي واصبح فاسد وانا مش دريان؟ تمام. القرآن الكريم حكى في آية وهو بيحكي الموقف ده ان ما بيحصلش عند الانسان اي كرب ياتيه الا بسبب مش المعصيه، مش ان الواحد كده مره خلاص القيامه قامت والدنيا اتهدت، ولا واحد زنى مره خلاص الدنيا خربت، ولا واحد سرق ولا كذا. لا، مش من مره واحده. القرآن الكريم بيقول ايه؟ بيقول افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما، ما قالش بقى مجرمين ولا قوما فاسدين ولا قوما فاسقين ولا قوما مفسدين، ما قالش كل ده. قال أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني إيه إسراف؟ يعني إسراف في المعصية. يعني هو مش عمل معصية واحدة وسكت عليها، لا، ده بقى فيه إسراف في المعصية. هو ده اللي حصل، هو ده الفساد اللي حضرتك أنت بتشير إليه أو بتتكلم عليه، اللي هو الفساد، اللي هو الإسراف، إن هو يسرف في معصية، يسرف في واحد يسرق ويسرف في هذه السرقة. يعني يسرف في هذه السرقة يعني تبقى السرقة أمر عادي، واحد بيعمل الرشوة يسرف في إعطائه الرشوة. إيه الإسراف في إعطاء الرشوة؟ إن بقى موضوع عادي،
بقى انت ما تقدرش تروح ترخص عربيه الا اذا كنت هتدفع فيه 5 موظفين، كل موظف في 20 جنيه ادي 100 جنيه. ده موضوع ثابت ما فيش فيه كلمتين ولا ابيض ولا اسود. انا عايز اقول دلوقتي لكل الشعب الان بعد هذا الامر وبعد هذه الثوره المباركه، عايز اقول احذروا ان تقعوا في هذا مره ثانيه. اوعى تروح بعد ده كله بقى وبعد كل الناس يعني. بعد كل البناء اللي عمله الشباب ما ارجعش بقى انا اجي اروح ارخص عربيتي بكره ادي كل واحد 20 جنيه ولا 30 جنيه، لا ما ادلوش. اتفضل. وفي كل الامور بقى لسه هناخد ساعات كتيره. استاذ جمعه، السلام عليكم استاذ جمعه.